محمد إبراهيم نجم نادي الزمالك ومحرز الهدف النهارده. محمد ازيك؟ الو يا كابتن، ازي حضرتك؟ انت كنت بتشجع مع الجمهور ولا ايه؟ انت بتشجع مع الجمهور، صوتك مبحوح. لا والله يا كابتن، بس في مشكله عندي في صدري. الف سلامه يا محمد، الف سلامه. ومسا هروح حضرتك كلهم. الكابتن عبد الظاهر السقا والكابتن احمد الكاس بيسلموا عليك. ازيك يا كابتن، ازي حضرتك؟ الحمد لله. محمد، يعني طمني الاول على اصابه ظهرك، لان احنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل المباراه. قول لي انت كنت جاهز 100% لهذه المباراه؟ انا الحمد لله يا كابتن، يعني لحد ما يعني كنت جاهز، والحمد لله لعبت تسديد مع الفرق نعم بشكل كويس الحمد لله. وان شاء الله كل فتره الجايه الواحد يكون جاهز 100%، يكون جاهز اكتر من كده، وان شاء الله نركز ونلعب ونكون جاهزين للماتش الجاي باذن الله. تمام. يعني محمد، انا عايزك تقول للناس، يعني بسم الله ما شاء الله المستوى اللي انت ظاهر بيه خلال المباريات الاخيره، يعني طول الدوري الحقيقه، وحتى في المباريات الافريقيه بتؤدي بشكل جيد جدا. يعني قول لي انت، يعني بسم الله ما شاء الله سنك صغير، ويعني عقلك لسه ما فيش اي حاجه، يعني انت دايما بتركز في المباريات وكده، لان احنا عارفين السن الصغير دايما بيبقى عنده تفكير في حاجات تانية غير الملعب. لا يا كابتن، هو انا في هدف في حياتي لازم احققه، لو ما حققتوش مش هقدر كده. برافو عليك. لازم ان انا العب على الهدف بتاعي، والميزه اللي ربنا مديهاني الموهبه ديت لازم استغلها كويس، صح؟ اللي انا اركز فيها، اللي انا اخدم بها ناديه واخدم بها بلدي، وان شاء الله اقدر اركز اكتر من كده. ومع الفرقه مع الفرقه مع الجهاز الفني مع النادي باذن الله اكون احسن من كده الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله. محمد، يعني قول لي على عروض احتراف بالفعل جايه لك في الدوري الايطالي، ولا الكلام ده كلام جرايد؟ والله يا كابتن، لا قول لي. بص يا محمد، يعني الناس عايزه تعرف الحقيقه، فلو عندك حاجه قولها. لا الحقيقه والله يا كابتن، والله هو مفيش حاجه، هو كله لسه كلام، مفيش حاجه لسه، مفيش حاجه رسميه. نعم. فانا مش هقدر اتكلم في حاجه غير لما تبقى رسميه، وكل حاجه تيجي عن طريق النادي. فانا دلوقتي مركز مع النادي، مركز ان انا برافو عليك اكون بشكل كويس مع النادي، لان ده هيعلينا اكتر. كل ما ابقى كويس فده هيعلينا اكتر. لكن لو انا ركزت في الحاجات الثانيه ديت وسبت الفرقه وما ركزتش مع الفرقه، هيقلل مستواي اكيد. حتى الناس اللي جايه لي مش هتبص لي نفس البص. انا مركز مع النادي دلوقتي، وفي الوكيل بتاعي شغال لي، لو حاجه جت حاجه هو هيكون هو اللي شغال، وهتيجي عن طريق النادي وافق، هكون سعيد. النادي ما وافقش، هكون تحت امر النادي ومكمل مع النادي، لسه قدامي سنتين في النادي ان شاء الله. محمد، قول لي بعد المباراه الاخيره والتعادل امام سان جورج، بتفكروا ازاي في مباراه سان جورج القادمه؟ والله يا كابتن، احنا كان بعد مباراه سان جورج عندنا مباراتين لسه في الدوري، مباراه عدت النهارده ولسه في مباراه ثانيه. نعم. فاحنا مركزين في مباراه الدوري الاول، ان شاء الله نعدوهم بمكسب، وان شاء الله بعد كده في مباراه سان جورج هنركز لها، وان شاء الله هنعمل لها اعداد كويس، اللي احنا ان شاء الله هنصعد من هناك. ومش لسه ما قلتش، احنا غيرنا هنا 1-1، يعني هناك 1-0 نصعد، واحنا مش فرقه، مش الحمد لله. ما هو انا بسالك السؤال ده يا محمد علشان تطمن الناس، لان الناس بعد المباراه كانت، فانا عايزك تطمن الناس. اتفضل. ايوه يا كابتن، مش يعني احنا ما خرجناش، احنا بعدنا 1-1، فاحنا اكيد هناك نروح. ومش سهل جدا ان احنا نجيب جون واثنين وثلاثه، يعني سهل قوي ان احنا ان شاء الله نلعب الحته دي ونجيب جون واثنين وثلاثه. محمد، انا تهيألي فرقه فيتا كلاب احسن من فريق سان جورج، يعني انتوا لو دوستوا على نفسكم شويه في التدريبات وفي المباريات القادمه، هتروحوا تعملوا هناك، يعني في مباراه الداخليه ان شاء الله هتروحوا تعملوا هناك، واعتقد ان انتوا هتقدروا تكسبوا، وان شاء الله يبقى مكسب مريح كمان ان شاء الله. اكيد طبعا يا كابتن، واكيد اللعيبه طبعا بالفعل مركزه في التمرين وبتتمرن كويس، وفي هدف للعيبه كلها اللي احنا عاوزين نروح دوري المجموعات، ومش رايحين دوري المجموعات بس، احنا عاوزين نوصل اللي احنا ناخده. ايوه برافو عليك. ان شاء الله هنلعب الهدف ده، وان شاء الله الزمالك ان شاء الله يكون في المجموعات، وهنوصل للادوار النهائيه في المجموعات ان شاء الله. طيب تمام. الكابتن عبد الظاهر عايز يكلمك يا محمد. اتفضل يا كابتن. محمد، الف مبروك. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخلي حضرتك. محمد، قبل الكره الثابته اللي انت جبتها جون، حصل ان فتح الله كلمك وبعدين طلع وكده عملتوا خطه على الجون، وبعد كده انت لعبتها في الجون، قال لك ايه فتح الله، ولا كنتوا متفقين عليها؟ لا، هو فيتو كان عاوزنا نلعبها بالعرض، وانا كنت هلعبها بالعرض فعلا. بس لقيت الزاويه نفسها قوي، فقلت بص فتح الله اهو بيوشوشك على اساس بتعملوا خطه اهو.
وبعد كده مش عارف. هل انت غيرت رايك ولا كان متفق عليه؟ غيرت رايي لما شفت كانت الجو مفتوحه قوي، فغيرت رايي فحطيتها. الحمد لله كان فيها توفيق كبير من ربنا اللي راح بالشكل ده. الحمد لله طبعا على كويس ان انت غيرت رايك. الحمد لله. محمد بالتوفيق، انت نجم كبير ونجم بسم الله ما شاء الله. المستقبل قدامك، لازم تعرف ان انت عليك مسؤوليه كبيره جدا ناحيه النادي الزمالك. كل الناس فعلا متوسمه فيك خير. اللي انا عايز اقوله لك ان لو انت فيك اي اصابه زي اصابه الظهر ما تجازفش بيها، لان انا متخيل ان انت قبل المباراه هل مستر فييرا جابك وسالك تلعب ولا ما تلعبش، ولا انت مصاب ولا مش مصاب، وخيرك، ولا الكلام ده ما حصلش؟ هو خيرني المباراه اللي فاتت، والمباراه دي ما خيرنيش لان انا اللي جيت ونزلت التمرين واتمرنت بشكل كويس، وطلعت الفتره اللي فاتت ماشي في التمرين كويس، ما كنتش بغيب وكنت بتمرن في التمرينات. فالراجل شافني ان انا سليم، فالحمد لله نزلت. هو يعني الاصابه مش يعني بشكل كبير بنسبه 90% مش موجوده. تمام. وان شاء الله عندنا 4 ايام قبل المباراه الجايه ان شاء الله برضه هقدر ان شاء الله مع الدكتور عمرو والدكتور تمام مصطفى اعالجها بشكل كويس. محمد، اخر سؤال، انا اسف انا طولت عليك، ولكن اخر سؤال عايز اساله لك. يعني في بعض الناس بتتكلم عن ان الفتره الجايه مش هيبقى في تجديد لاحمد جعفر. يعني انت برضو بصفتك واحد من ابناء نادي الزمالك ونجم من نجوم نادي الزمالك، شايف الموضوع ده ازاي؟ لا طبعا جعفر من اللعيبه الكويسه ومن الفرائض المميزه في مصر. نعم. ان شاء الله جعفر هيكون معنا في نادي الزمالك الفتره الجايه، وجعفر بيحب نادي الزمالك. ايوه. واعتقد ان نادي الزمالك اي لعيب بيجي نادي الزمالك بيبقى له فضل عليه زي ما هو ليه فضل عليا وعلى كل اللعيبه الموجوده حاليا. نعم. فجعفر ان شاء الله مش هيبقى في مشكله بينه وبين نادي الزمالك. ان شاء الله جعفر الفتره الجايه ان شاء الله هيجدد ان شاء الله ويكون موجود في نادي الزمالك. يعني انت حاسس ان احمد جعفر خلال الفتره القادمه هيكون موجود في نادي الزمالك؟ ان شاء الله خلال الفتره القادمه هيكون جعفر موجود في النادي باذن الله. ان شاء الله. كابتن محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك، اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا. محمد الحقيقه